السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية يا رب. النهاردة هنعمل طبق من الأطباق الأساسية اللي بتكون على سفرة الفطار. هو سهل وبسيط ومش محتاج لأي وقت. أنا عملته قبل كده عندي على القناة، لكن النهاردة هعمله بطريقة مختلفة. هعمله بعصير قمر الدين. بس قبل ما أبدأ، لو لسه أول مرة تشوفيني انزلي حالا تحت الفيديو واضغطي زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بفيديوهاتي الجديدة. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. عندي هنا مشمشية، تين، بلح، جوز هند، زبيب، وعندي عصير قمر الدين. البلح ده البلح الناشف. وطبعا كل الفواكه دي مجففة. انا بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبغسلها كويس جدا. طبعا انا مش هضيف عليهم سكر، انتي لو حابة تضيفي سكر مفيش مشكلة، لكن انا بكتفي بالسكر اللي في عصير قمر الدين. والفواكه المجففة كمان بتنزل كل السكر اللي فيها. اول حاجة بعملها بضيف كل الفواكه المجففة دي على بعضها. التين، وعليه المشمشية. انا بعمل كمية تكفيني يوم او يومين بالكتير، وبعد كده لما تخلص بعمل تاني، لان ما بحبوش في التلاجة، يعني ما بحبش ان هو يطول عندي في التلاجة. طعمه بيتغير. وبعدين بضيف البلح الناشف زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلتلك لو انتي بتحبي القراصية ضيفي عليهم قراصية. وبعدين بضيف عليه الزبيب. وبعد كده بضيف عليهم كوباية كبيرة من المية المغلية. طبعا انا ما بحبش اضيف عصير قمر الدين دلوقتي، لان الفاكهة دي محتاجة حاجة سخنة تطريها. وانا ما بحبش احط قمر الدين سخن، يعني ما بحبش اسخن قمر الدين، عصير قمر الدين. فانا هحط كوباية من المية المغلية كده، مجرد بس الفاكهة تطرى معايا. اصلا كمان الفاكهة بعد نص ساعة ربع ساعة بتلاقي حجمها بيزيد، والمية دي بتنشف ما بتبقاش موجودة. تمام كده. بغطيها بقى واسيبها. هسيبها ربع ساعة نص ساعة ونرجع نشوفها تاني. بعد المية ما تكون نشفت وتكون الفاكهة بقت طرية معايا. تمام كده. ودي كده شكل الفاكهة المجففة بعد ما سبتها ربع ساعة نص ساعة. المية نشفت وكمان حجمها بيزيد. ده غير كمان ان الفواكه كلها بقت طرية معايا. وبعدين بضيف عليهم عصير قمر الدين. طبعا ضيفي الكمية اللي انت عايزاها، ولو انت حابة تضيفي عليهم سكر مفيش مشكلة. لكن انا زي ما قلت انا بكتفي بالسكر اللي بينزل من الفواكه المجففة، وكمان السكر اللي موجود في عصير قمر الدين. وبعدين بقلب ده كله مع بعضه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبسيبه على رف التلاجة يسقع شوية قبل التقديم، لان طبعا كنت حاطة مية مغلية. فكل الفواكه دي سخنة.
هاروح احطه في التلاجة ربع ساعة ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. وده كده الخشاف بعد ما طلعته من التلاجة. طبعا لازم تحطيه في التلاجة يسقع شوية، ما ينفعش كان يتاكل وهو سخن او هو دافي. بعد كده بضيف عليه جوز الهند. ضيفي بقى الكمية اللي انت عايزاها زي ما انت عايزة. انا ما بحبش اضيف جوز هند كتير في الخطوة دي لان عصير قمر الدين بغير لونها، وانا بحب دايما يكون لونها ابيض كده زي ما هي. فبزود الكمية اللي انا عايزاها وقت التقديم. تمام كده. هبدأ بقى اقدمها. الخشاف ده حلو جدا جدا، ده غير كمان انه مفيد قوي. ولو انت حابة تزودي اي اضافات من عندك مفيش مشكلة، ممكن تضيفي عليه جوز او لوز او بندق. تحطي قراصية زي ما قلنا في الاول، اللي انت عايزاه حطيه زي ما انت بتحبيه اعمليه. لو انت مش حابة تحطي عصير قمر الدين ممكن تكتفي بالمية السخنة وما تحطيش حاجة تاني. ممكن كمان تعمليه بلبن، لكن انا بصراحة بحسه باللبن بيكون تقيل شوية. فزي ما انت عايزة اعملي. تمام كده. هروح اجيب بقى جوز الهند. واضيف عليهم جوز الهند زي ما انا قلت، انا بحب اضيفها في الاخر عشان تفضل محتفظة بلونها، يفضل لونها ابيض وحلو. ودي كده جوز الهند. تمام كده. وكده فيديو النهاردة خلص، وعملنا الخشاف بعصير قمر الدين. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة جدا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. صحتين وعافية، بحبكم في الله.